يوم في حياة أم مش مثالية، ودايما بتسألوني ليه بقول إني أم مش مثالية، علشان اللي بيدور على المثالية بيتعب، خصوصا في وجود أطفال. عايزة أقول لكم إن ليليا من يوم ما بدأت تزحف وأنا بقيت أخد بالي من أي حاجة بستخدمها في التنظيف فيها مواد كيماوية، علشان الفترة دي دايما هي ماشية ورايا وإيديها في بقها. الحمد لله الأوردر المنتظر جه، مجموعة إيكيوي، وأنا قررت استخدمهم معاكم علشان أعرف هم يستاهلوا فلوسهم فعلا ولا لأ. بدأت بفوطة الإزاز لأن دي أكتر حاجة كانت عاملة لي أزمة. عندي إزاز كتير في البيت ومهما استخدم ما بيلمعش اللمعة اللي أنا عايزاها. بليت طرفها بس مية والنتيجة كانت مرضية جدا. ودي حاجة اسمها قرص التنظيف، استخدمت معاه صابونة ويدوب بس حطيت عليه من الصابون وبعدها شيل البقع اللي كانت على الباب في ثانية. وكمان أنا استخدمتها للسجاد واستخدمتها للأنتريه، حاجات كتير جدا. المكان ده بقى كان مهما اعمله ما كانش بينضف. استخدمت فوطة الأتربة وعملته على فكرة بالمكنسة وبرضه ما كانش بينضف ولا بأي حاجة بس هي خليته لمعة. عايزة اقول لكم ان الفوط دي كانت بالنسبة لي استثمار، يعني هتقعد معايا كده 3 أو 4 سنين. هوفر في فلوس المنظفات وكمان بدون اي كيماويات علشان صحة لولي. دخلت بقى اشوف اللي انا جايباه لنفسي، لقيت المراية بتاعت التويلت مش نظيفة، فطبعا كان لازم استخدم الفوطة. استخدمتها ولمعت الحمد لله. عايزة اقول لكم بقى ان الصابونة دي حلوة قوي وخلت بشرتي ناعمة وملمسها حلوة قوي. واخيرا بقى وهي كانت الفوطة اللي جبتها لشعري، وبصراحة حلوة قوي. الفوطة دي كانت جوكر، وبجد بجد هي نشفت لي شعري في 5 دقايق بالظبط. ودي حاجة من الحاجات اللي انا ما كنتش مقتنعة بيها. البنوتة اللي انا جبت منها الحاجة دي اسمها فاطمة مجدي. الحاجات دي بتتقلد، فعلشان كده خدي بالك جدا وانتي بتجيبيها.